السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حبايبي في قناتي مطبخ إيمان. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى أكلة وألذ طعم. الأكلة دي ينفع تعملوها وجبة غدا خفيفة وسهلة وبسيطة وكمان سريعة. مش بس كده، ده كمان السفرة في العزومات ما بتخلاش من الأكلة دي. بجد حاجة كده تشرف في العزومات. هنعمل مع بعض بأبسط طريقة رز بالخلطة. ومعايا هنا طبق من الكبد، هغسله بقى كده وأقطعه واجهزه. ومعايا كمان شوية كده من القوانص كانوا موجودين عندي في الفريزر، طلعتهم قلت يلا بقى نكمل بيهم الوجبة بتاعت النهاردة. ودلوقتي نسمي الله وحلة كده على النار وننزل فيها بشوية من الزيت. ومعانا القوانص هنا احنا مقطعينها، هننزل بيها بعد الزيت ما بيكون سخن. وبعد كده هنقعد نقلب في القوانص كده لحد ما الدهن اللي موجود في القوانص تبص تلاقيه كده ساح. طبعا احنا كل ما بنقلب الدهن هيسيح وفي نفس الوقت القوانص هتستوي معانا، لان القوانص طبعا بتاخد مدة اطول في التسوية عن الكبدة. فطبعا اثناء ما احنا عمالين نشوح فيها كده لحد ما طبعا الدهن يسيح هتبص تلاقيها خدت جزء كبير من التسوية. تمام. وبعد ما هنضيف الكبد ليها كمان، يعني على ما نخلص هتبص تلاقي يعتبر القوانص استوت معانا. ودلوقتي احنا اضفنا الكبده، هنقعد نشوح فيها كده لحد ما نلاقي اللون بتاع الكبده اتغير تماما وخد لون تاني زي لون القوانص كده. فدلوقتي احنا هننزل بالبهارات. معانا هنا من البهارات فلفل اسمر وجنزبيل على قرفه ومعلقه من الكزبره وكبابه صيني وكمون. وطبعا البهارات اللي احنا اضفناها دي لوحدها كافية انها تقضي على اي ريحة زفارة موجودة في الكبد والقوانص. طبعا احنا غسلينها كويس جدا، بس البهارات دي اساسية لازم تضيفيها حتى لو انت واثقة من غسلها 100%. يعني بالنسبة دلوقتي للناس اللي دايما بتستبعد الكبد والقوانص عشان خاطر ريحتها، ضيفي بس انت البهارات اللي احنا اضفناها دي، وخاصة الكبابة الصيني والقرفة، هيخلوا مفيش ريحة اطلاقا في الكبد والقوانص حتى لو انت بتعمليهم في اي وجبة تانية. وكمان لو انت ما بتحبيش ريحة القرفة ولا الجنزبيل، اضمن لك ان ريحة الكبابة الصيني هتغطي على كل حاجة ومش هتشمي غير ريحة جميلة جدا. ومع التقليب من وقت للتاني كده ادي الكبدة غيرت لونها خالص، ما بقيتيش تعرفيها الكبدة من القناصة، بقوا هما الاتنين واخدين لون واحد. دلوقتي هننزل بمعلقة كبيرة من الملح ونقلبهم بقى كده مع بعض عشان يشربوا كده من الملح زي ما شربوا كده من البهارات. ودلوقتي معانا 3 بصلات كده وسط هنفرمهم وبعد كده ننزل بيهم على الكبد. وبعد ما بننزل بيهم كده بنشوحهم كده مع الكبده كده حوالي دقيقتين. وطبعا قبل ما بنبدا في عمايل الكبده بنكون غاسلين الرز ونقعينه في الميه لحد ما بنخلص. ودلوقتي صفينا الميه من الرز وهننزل بيه على الكبده ونقلب بقى الرز والكبده كده مع بعض. خلي بقى الرز كده يشرب بقى كده ويستمتع بكل الروائح والصوص بتاع الكبده والبهارات وكله. بجد ريحة جامدة جدا. الريحة دلوقتي قلبت الشقة خالص، الداخل والخارج يقول ايه الريحة الجميلة دي، انتي بتعملي ايه؟ محدش عارف انا بعمل ايه، بس الريحة عملت قلبان في الشقة، من جمالها عملت انجذاب للكل. ودلوقتي بعد ما الرز كله كده اتغلف بالكبد والقوانص هننزل عليه بالمية. طبعا بندي مقدار المية زي ما بندي للرز المقدار العادي خالص بتاعنا، يعني يا دوبك كده يعدي الرز بقيمة 1 سنتي. تمام. ولو انتي مش عارفة ممكن تحطي المعلقة بتاعة الاكل كده اهو، وبمجرد ما تلاقي الكف بتاع المعلقة كله غطس في المية يبقى كده المقدار المية بتاعك مظبوط. وانا بقلب كده حاسة ان هو لسه عايز شوية مية، زودت له كده خلاص خد كفايته من المية. ويا ريت يا حبايبي لو لسه مكملين معانا لحد هنا ما تنسوش تدعمونا باللايك، واتمنى اللي بيشوفنا لاول مره ينورنا بالاشتراك. وفي الوقت ده تقدري ان انت تدوقي الميه عشان تشوفي الملح اللي يناسبك، هل هو كده مظبوط او محتاج شويه، تقدري تظبطيه قبل ما تغطي عليه. دلوقتي هنغطي عليه وهنسيبه اول 10 دقايق على نار عاليه. وبعد كده لما نفتح من عليه هنلاقيه اتشرب زي ما انتوا شايفين كده.
شرب كل السوائل المية اللي كانت موجودة فيه. هنهدي النار ونسيبه بقى كده لحد ما يستوي. ودلوقتي هنفتح عليه. ما شاء الله جميل جدا، وريحته قوية جدا جذابة خالص. وشوفي كمان واحنا بنقلبه كده ما شاء الله ريحته جميلة، وكمان الرز مفلفل من بعضه. وشوفي كل حباية رز كده مفلفلة وبتلمع ازاي. بجد ريحته جميلة جدا ممتازة، والطعم اجمل واجمل بصراحة. مش محتاج جنبه اي حاجة، انت تاكليه كده لوحده كافي. بس لو انت حابة تعملي جنبه اي حاجة على حسب رغبتك، حكم الاكل ده رغبات. انت ممكن تقدمي جنبه بطاطس، ممكن تعملي جنبه سلطة، ممكن تقلي جنبه بتنجان، تحمري بطاطس شيبسي، وممكن تعملي جنبه تقدمي جنبه الطماطم المخللة. الطماطم المخلله اللي هي بالدقه احنا عملناها مع بعض قبل كده. انا هسيب لكم برضو الرابط بتاعها في صندوق الوصف، عشان لو حابين تعملوها وتقدموها جنب اي اكل، مش شرط الاكله دي. وعلى فكره يا امارات، ممكن تعملي الوجبه ديت باقل كميه من الكبده. يعني لو عندك مثلا ربع كيلو ينفع. لو عندك كبد وقوانص محوشاها في الفريزر تنفع. لو انتي كل ما تجيبي فرخه تشيلي الكبد والقوانص بتاعتها وبعد كده تعملي بيها ينفع. يعني انتي ممكن تظبطي امورك كده باقل حاجه. واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو بتاع النهارده ونال اعجابكم واستفدتوا منه، واترككم في حفظ الرحمن.